اوكي لسه جو حر موت. عندنا ايه النهارده؟ نقرب. يلا بينا. قبل ما ابدا لو في حواليك دباديب، عرايس لعبه، اي حاجه من الحاجات دي شيلها عشان ما ينطوش عليك. يلا بينا نبدا. Wanna play? اغلبنا شاف فيلم العروسه تشاكي اللي كان بيحكي عن مجرم عمل تعويذه على عروسه لعبه، وبعد ما المجرم ده مات روحه اتنقلت للعروسه وبقت عايزه تقتل اي شخص. وبعد الفيلم ده اتعمل برضو كذا فيلم بيتكلم عن احداث مشابهه شويه للقصه دي، زي مثلا ذا بوي، شايلدز بلاي، وانابيل. كلها تبان ان هي افلام خيال علمي ملهاش اي علاقه بالواقع. بس تعرف بقى ان كل الافلام دي مبنيه اصلا على قصه حقيقيه، طبعا باختلاف الاحداث، وبيرجع اصلها للدميه روبرت، وهو ده موضوع النهارده. His name is Robert the Doll, and he's considered the most haunted doll in the world. سنة 1904 كان في عيلة غنية جدا مكونة من أب وأم وابنهم اللي اسمه روبرت. كانوا عايشين في بيت فخم جدا في فلوريدا. دايما في الأجازات كان الأب والأم بياخدوا بعضهم ويسافروا ويسيبوا ابنهم روبرت مع المربية بتاعته. والمربية دي كانت ست عجوزة من جزر البهاما، وكانت معروفة بين الخدم إن هي بتمارس سحر الفودو، اللي هو في الأساس يعني الغرض منه تسخير الجن عشان تعمل لعنة على الأعداء بتوعك، وغالبا اللعنة دي بتنتهي بموت الضحية أو الخصم. أم روبرت كانت ست عصبية جدا، من أتفه حاجة ممكن تتعصب وتتضايق وتزعق. في مرة المربية بتاعت روبرت عملت حاجه خلت مامة روبرت اتعصبت جدا وزعقت لها وطردتها من البيت، لكن روبرت كان متمسك بيها جدا لان هي المربيه بتاعته وكانت بتقعد معاه يمكن اكتر من امه كمان، فكان متعلق بيها وما كانش عايزها تمشي. قررت ام روبرت ان هي هتسيب المربيه دي لمده شهر في البيت، لكن بعد الشهر ده هتمشي، وفي خلال الشهر ده هي مش مطلوب منها تعمل حاجه غير ان هي تدور على شغل في مكان تاني، وفي نفس الوقت يكون روبرت تأقلم شويه على غيابها. وفعلا في خلال الشهر ده المربيه فضلت قاعده في الاوضه بتاعتها ما بتخرجش خالص، والشيء ده كان مخوف كل الخدم، واظن انت فهمت السبب دلوقتي. كانوا شاكين ان هي بتعمل حاجه غلط، تعويذه بقى، طلاسم، سحر، مش عارفين، لكن هم كانوا متاكدين ان في حاجه غلط بتحصل. وفعلا عدى الشهر وجه اليوم اللي المفروض المربيه دي هتمشي فيه، وقبل ما تمشي سابت عروسه لعبه لروبرت، كانت عملتها بنفسها من القش والصوف، وقالت لروبرت يحافظ عليها جدا وما يسيبهاش ابدا، وقالت له كمان ان هي سمتها روبرت على اسمه. وبعدها المربيه سابت البيت ومشيت. بعد مده مش طويله كان روبرت بدا يتعلق بالعروسه دي جدا، كانش بيعرف يتحرك من غيرها، حتى جاب لها لبس شبه بتاع البحاره، وكان اغلب وقته بيقضيه في ان هو بيلعب مع العروسه دي. حتى وهو نايم كان بياخدها جنبه، ساعات كان بيتكلم معاها ويخلق سيناريوهات ويرد ويعمل نفسه ان هو اللي بيتكلم مكان العروسه ويرد وهكذا، يعني زي ما اغلب الاطفال بيعملوا. لكن بعد فتره الخدم واهل روبرت ابوه وامه بداوا يسمعوا صوت شخص تاني مع روبرت في الاوضه. في الاول افتكروا ان هو بيغير صوته وهو بيلعب مع العروسه، لكنهم لاحظوا ان الصوت ده بيكون صوت خشن جدا على انه يكون صوت طفل. وفي مره الصوت بدا يعلى جدا من اوضه روبرت كأن في خناقه، ولما والد روبرت ووالدته دخلوا الاوضه لقوا روبرت متكوم في ركن الاوضه وقاعد خايف جدا، والعروسه روبرت كانت على كرسي ومتوجهه ناحيه روبرت وبتبص له. ولما سالوه ايه اللي حصل رد قال لهم روبرت هو اللي بدا الخناقه. بعد كده بدأ يحصل حاجات غريبة في البيت، زي مثلا يبقوا قاعدين فجأة يلاقوا الأطباق بتقع من على السفرة لوحدها، البيبان والشبابيك بتفتح وتقفل لوحدها، الكتب بتقع من على الرفوف لوحدها. وشوية وروبرت بدأ يلاحظ إن العرايس والدباديب بتاعته ابتدت تختفي تدريجيا، منها اللي كان بيضيع من غير أي سبب، منهم اللي كان بيتقطع، اللي كان بيتكسر. والد روبرت كان مفكر إن هو اللي بيعمل كده، لكن كل مرة كانوا يسألوه إيه اللي بيحصل يقول لهم أنا ما عملتش حاجة. الخدم كانوا نوعا ما مصدقينه لأن هم عارفين إن العروسة دي فيها حاجة. وغير كده كتير من الخدم كانوا بيقولوا إن هم بيشوفوا العروسة دي بتمشي في البيت بالليل لما كلهم يناموا، لكن كانوا بيسكتوا وما بيرضوش يتكلموا عشان اكل عيشهم. حتى الجيران لاحظوا ان في عروسه لعبه بتمشي في الجنينه بتاعت بيت روبرت، وطبعا والد روبرت ما كانش مصدق اي حاجه من اللي بتتقال، لحد في يوم زاد الزعيق جدا جوه الاوضه بتاعت روبرت. ساعتها والد روبرت كان زهق وقرر ان هو خلاص هيرمي العروسه دي او هيحرقها، لكن الخدم نصحوه ان هو ما يحرقهاش وان هو يشيلها في اي مكان ما يقدرش روبرت يوصل لها علشان ما يحصلش لعنه على البيت كله. وفعلا الاب حط العروسه دي في الروف في اوضه في سطح البيت وقفل عليها، وفعلا فضلت العروسه مقفوله عليها في الاوضه دي لحد لما روبرت اللي كان طفل كبر واتجوز وخلف ومات. وطول المده دي كانت الامور ماشيه عادي جدا ومفيش اي حاجه حصلت، لحد في يوم لما مرات روبرت قررت ان هي تبيع البيت. وفعلا البيت اتباع لاسره مكونه من اب وام وطفله عندها 10 سنين. بعد ما سكنوا في البيت وفتحوا الاوضه اللي فيها روبرت العروسه، الاوضه اللي اتقفلت اكتر من 70 سنه. طبعا كانوا ما يعرفوش اي حاجه عن تاريخ العروسه ديت ولا كان فيها ايه، لكنهم بيقولوا ان هم اول ما دخلوا الاوضه لقوا كل حاجه مطربه، وده الطبيعي ما عدا العروسه، كان شكلها جديد ولا كانها بقالها 70
سنه في الاوضه. طبعا بنتهم اللي عندها 10 سنين خدت العروسه وتعلقت جدا بيها، وطبعا الاحداث الغريبه دي رجعت تتكرر تاني لحد لما الاب لاحظ ان في علامات ضرب على بنته، وقالت له ان العروسه هي اللي عملت كده. والاب ما فكرش، رمى العروسه على طول في الشارع، وبدات تتنقل من بيت لبيت، من اسره لاسره، واللعنه ابتدت تنتشر لحد ما في الاخر وصلت لمتحف اسمه فورت، وده في امريكا ولايه فلوريدا. لكن الغريب ان الموضوع ما انتهاش هنا. بعد فتره من وجود العروسه دي في المتحف، بدا العمال والموظفين يسمعوا اصوات غريبه بتيجي من الاوضه اللي فيها العروسه، والامن كانوا بيقولوا ان هم بيشوفوا العروسه دي بتتحرك بالليل، لحد لما اداره المتحف قررت ان هي تحطها في صندوق ازاز مقفول ممنوع ان حد يلمسه، بعد ما اخيرا صدقوا ان العروسه دي عليها لعنه. والاول مره في حياتك تلاقي عروسه موجوده في متحف وعندها علامه تحذير ان ما ينفعش تلمس الصندوق او تفتحه. كل اللي تقدر تعمله انك تتفرج على العروسه دي من بره، واي حد عايز يتصور مع العروسه لازم يطلب الاذن الاول. لو حركت راسها لقدام تبقى موافقه، لو راسها رجعت لورا تبقى اوعى تتصور معاها. بصراحه كده القصه دي انا مش عارف هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، لكن في حاجه واحده بس انا متاكد ان هي حقيقيه، انك راجل جدع وهتعمل لايك وهتعمل شير وهتعمل سبسكرايب وهتعمل كومنت. وبالمره اسيب لك لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف. ويلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. الزرار اللي بيه